طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم. فيما يلي نقدم لكم نشرة مفصلة للأخبار، وقبل ذلك إليكم هذا التنويه. ستبدأ العروض الفنية في ساحة الفاتح من سبتمبر بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال في الساعة 7 مساء اليوم السبت. لذلك نعلم السادة المشاهدين بأن نشرة الأخبار بلغة تيغري ستبث في تمام الساعة 6 مساء، وباللغة العربية في الساعة 6:15 مساء. أما الآن فإلى عناوين النشرة. الرئيس سياس أفورقي ورئيس جمهورية الصين الشعبية يتبادلان التهاني بمناسبة إقامة العلاقة الدبلوماسية. تواصل برقيات التهنئة لمناسبة أعياد الاستقلال. مشاهدو حفل ساحة الفاتح من سبتمبر يعبرون عن التصدي الإريتري الذي يقوى مع التحديات. تنفيذ برامج تنموية كبيرة في إقليم عسل. تفاصيل النشرة. أهلا بكم. تبادل الرئيس سياس أفورقي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينغ بيتغ التهاني بمناسبة الذكرى العشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأوضح الرئيسان في برقيتي التهنئة أن العلاقات بين البلدين المرتكزة على تشابه القيم الاجتماعية والتجربة النضالية تنمو وتتطور في كافة المجالات، مؤكدين استعداد الجانبين للدفع بها قدما. كما تبادل وزير الخارجية السيد عثمان صالح ونظيره الصيني وانغ يو رسائل مماثلة. هذا وأقامت إريتريا وجمهورية الصين الشعبية العلاقات الدبلوماسية في مايو سنة 1993. بعث الحاكم العام للكومنولث الأسترالية السيدة كوينتين بريس ورئيس جمهورية سنغافورة الدكتور توني تان كينغ يام ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية جواكيم غواك ببرقية تهنئة بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال. وتمنى الرؤساء في البرقيات السلام والازدهار للشعب الإريتري وموفور الصحة للرئيس سياس أفورقي. أوضح متابعو البرامج الثقافية والفنية التي بدأت في ساحة الفاتح من سبتمبر يوم أمس بأن تصدي الشعب الإريتري يتعزز ويقوى مع بروز التحديات ليصبح من القيم الإريترية، وأن الاستعدادات الكبيرة الجارية لعيد الاستقلال في الداخل والمهجر جزء من هذا الصمود والتصدي. وقالت السيدة آمنة إسماعيل والسيدة جدة كبرى بأن الشعب الإريتري لم يحصل على استقلاله بالاستجداء، بل انتزعه ودافع عنه بالتضحيات الكبيرة، لذلك يحتفل به بحفاوة كبيرة وبوحدة متينة وتراص الصفوف. وذكر السيدة مانيال تخلزجي والسيدة خديجة محمد نجوس أن احتفالات عيد الاستقلال تبرز وحدة الشعب الإريتري وتبين فشل جميع المؤامرات والعدائيات. وعرب السيد يمان عقبة قرقش القادم من مدينة شتوتغارت الألمانية عن ارتياحه للاحتفال بالمناسبة وسط شعبه، وهو يتفقد التقدم والتطور الذي تشهده البلاد. أوضح حاكم إقليم عنسبة السيد قرقش قرماي أن الإقليم شهد في سنوات الاستقلال تنفيذ برامج بنية تحتية كبيرة وإرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقال في مقابلة مع وكالة إيرينا أن الإقليم كان به قبل الاستقلال 34 مدرسة منها واحدة ثانوية، وقد بلغ عدد المدارس حاليا 311 مدرسة منها 17 مدارس ثانوية وافتتاح كليتين في حقات وحمل مالو. وفي المجال الصحي ارتفعت المؤسسات الصحية من 7 قبل الاستقلال إلى نحو 40 في سنوات الاستقلال، فضلا عن تنمية القدرات البشرية والمعدات الطبية. وأشار إلى صرف أكثر من 1,200,000 نقفة في مؤسسات الخدمات الاجتماعية والطرق والجسور، و240 مليون نقفة لمشاريع المياه وإدخال الكهرباء في 31 قرية بمديريات كرن وعيلة برعد وحلحل وحقات وعتة كليزان وحمل مالو، وتقديم 461 مليون نقفة للرعاية الاجتماعية. وذكر بأن عدد السدور ارتفع من 11 إلى 90 سدا، وقد ساهم ذلك إلى جانب توفير المياه في تنمية البساتين وتربية الحيوانات. وأوضح بأن البرامج الموضوعة تشمل بناء طرق
بركنتياي وفلفل عريتاي وحقات ورهي عباي وإيدن ودبر سيناء، والسعي لتخفيف مشكلة السكن ونشر خطوط الكهرباء والهاتف والدفع بأنشطة تأهيل المعاقين ورفع دور السدود لتحقيق الأمن الغذائي. تقوم إدارة الإقليم الأوسط بالاستعدادات لتنظيم عروض الكرنفال في شوارع أسمرة. وقال السيد تولى يمان من إدارة ضحية سنبل أن الكرنفال يعكس الأحداث الماضية ومسؤوليات المستقبل وينظم بمشاركة شعبية. وذكر السيد فانوس هيلة من إدارة ججرة عن التضحيات الجسام من أجل الاستقلال، موضحا أن الكرنفالات التي تنظم سنويا أرست روح التنافس بين الإدارات للإبداع والابتكار لعكس الوحدة والاحترام وتصدي الشعب الإريتري. وقال الفنانان سيوم إفريم وجيتوم جريزجيهر من ضحية أخريا أن تاريخ الشعب الإريتري منهل لا ينضب، ويعملون حسب مهنهم لعكس هذه المناسبة العزيزة ونقلها إلى الأجيال الحديثة. من ناحية ثانية، انتهى تنظيم الشباب العمال يوم 16 من مايو الأنشطة التي نظمها بمناسبة الذكرى 22 للاستقلال. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد كحسي جبريهوت في ختام الأنشطة أن القوى المنظمة تصنع المعجزات، داعيا تنظيم الشباب العمال لتعزيز أنشطتهم. ذكر في منتدى مكافحة الملاريا الذي عقد يوم 17 بفندق إمباسيرا بأسمرة عن تحقيق نجاحات كبيرة لمكافحة الملاريا. وأوضح مسؤول الصحة العامة بالإنابة الدكتور عند برهان تسفاتسيان في الكلمة التي ألقاها عن تنفيذ أنشطة فاعلة خلال السنوات 15 الماضية لمكافحة مرض الملاريا، ومن الضرورة تقييم الاستراتيجية المتبعة للنتائج أفضل. وقال الدكتور كالو أكاباكا رئيس وفد منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بمرض الملاريا انخفض إلى المئات في إريتريا حاليا، بعد أن كان نحو 60 ألف سنة 1998، مشيرا بهذه النتيجة الباهرة التي قال أنها تضع إريتريا في المقدمة على المستوى الأفريقي. ودعا الشعب الإريتري لتعزيز جهده لمكافحة الملاريا الذي له استطاعة العودة. وبحث المنتدى نتائج الدراسات التقييمية وتقديم الجهات المختصة الأخطاء التي كانت في التقييم. وشدد المدير العام لقسم الخدمات الصحية في وزارة الصحة السيد برهان جبرتساء في ختام المنتدى على أهمية التقييم لدعم أنشطة المكافحة، وأشاد بفريق التقييم. مشاهدينا الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.